اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه. اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهذلي يجمع الناس في مكة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له: يؤذيني خالد الهذلي ويتطاول علي. فقال الجندي: روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. ما تردد الصادق ولا تلكأ، ما قال اعذرني، ما قال المهمة صعبة، ما قال أرسل معي فلانا أو فلان، لكن قال مستفسرا: يا رسول الله ما رأيت الرجل قط ولا أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه. كانت العرب تقول: خالد الهذلي رجل ب1000 رجل من شدته وبأسه، لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار. يقول شيخ الإسلام: ولا يخاف من المخلوق إلا من في قلبه مرض. فانطلق ابن أنيس الشاب التقي النقي حتى وصل إلى مكة، حيث أقام خالد الهذلي مخيما له في منى يجمع الناس لمؤامرته الدنيئة. فجاءه عبد الله بن أنيس عارضا خدماته ومساعداته، فالحرب خدعة، فقبله وأدناه، وكان ذو رأي ومشورة، فقربه منه. وبعدها بأيام يسير هو وخالد الهذلي خلف الخيام، فاخترط عبد الله بن أنيس سيفه واجتز رقبة الرجل. هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع عبد الله بن أنيس قافلا إلى المدينة بعد أن أتم المهمة، يحمل رأس الكلب بين يديه. فلما وصل كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجندي قد أتم المهمة على أكمل وجه. فما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أفلح الوجه. خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون. خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون. فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكفن معه في كفنه، شاهد وآية وعلامة أنه نصر الله ونصر الرسول. هذه أخبارهم، فما هي أخبارنا؟ هذه مواقفهم، فما هي مواقفنا؟ قال الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدقوا في حبهم لله ولرسوله فصدق الله معهم. منهم من اهتز عرش الرحمن عند وفاته، ومنهم من كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فقال: تمنى يا عبدي، قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك. فقال له الله: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك أبدا. منهم من غسلته الملائكة بين السماء والأرض، ومنهم من قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخبرني أنه يحبك، إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني بحبك.